أنا النغيب المتمرد على غادة وساسة. أنا 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 بص ولا كلمة. البس النضارة ده بدي اتكلم. بحصوي لا لعب لما حماني بنواندي سالة عمال السوداء للصواء. يا زول انت الكفوف ده لف عليك راسك ولا شيء؟ يا تردانا في العالم ذاته. تكلم كويس يا زول. لا ادينا مهلة نسجل الكلام ده ونشوف اي كائن يترجمه لنا، بعد كده ابدا اتكلم. نقصواو نريخاو نلوعيها اللي المحلوى نين قوم لا هذا حوشي لما حرط النادي ودوعي وافي قوي انا برا الله شنياو هذي برحلة وشنيلع راضي تعلن متاقى بيبويل رزق عنا وما يلعبوا الغملري غفلنا دو السبع. طيب هسه نديله منو يترجمه لنا ذا. ايوه خلينا نديله قائد بتاعك هو يترجم لنا انه هو بفهم لغتك. حق للشركة بالشركاء إلا بالشركاء إلا الإهانة شوف مصيبة زي ده، حتى قائد بتاعك قلبه يترجمه. قوم قد لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا لكم مقطع جديد من برنامج واخينا. بمناسبة واخينا بس ربنا يهدينا. قبل أن أخش لكم في بداية الفيديو حابين أذكركم كالعادة، كم قلنا كالعادة ده عارفين الصلاة على النبي. طبعا أتيحوا لي فرصة أن نشكركم لوصولي ل10,000 متابع على صفحتي في الفيسبوك، من فضل الله ثم من فضلكم أنتم. شكرا أخ أخت لدعمكم الخرافي، ربنا يخط لكم في ميزان حسناتكم. أمسكوا دي الفيديو. جينا نتكلم اليوم عن النقيب الجيعان محمد زين بريمة. لكن الليلة الاسم ده زي ما عمل لكم هيدنج في الفيسبوك أو في مواقع التواصل الاجتماعي، الليلة نحن كمان في برنامجنا نعمل له فتة كده ونقدم له أنه هو ملك التقة. كويس. مين الخان مؤسسة الدولة في حين مقابل التقة؟ النغيب سفيان محمد زين بريمة. طيب مين البدل وطنيته في حين مقابل التقة والماديات؟ النغيب سفيان محمد زين بريمة. طيب في زول عنده ضمير ببدل أمه وأبوه في مقابل تقة؟ النغيب سفيان محمد زين بريمة. يا اخوانا مشكلة التقة ده شنو الحاصل مع النقيب جيان؟ طيب انت اتمردت على الجيش بأسباب شنو؟ يوم السبت الساعة 9 ليوم الليل أنا في حمية جبل أولياء الغايد ما جاء أشرب عليه وجبة واحدة شاف. ده كله مشكلتك يعني؟ لو صبرت ما ممكن تلقى قسمتك؟ طيب الشخص ده مما انضم على قوات الدعم السريع. نشوف انجازات اللي قدموا لقوات الدعم السريع. خلينا نشوف الفيديو الاول. احنا قاعدين والله معايا نشاوي بنشرب جبنة في جبنة شاي في شاي. طيب ممكن في الفيديو الاول ده جعفوا يا اخوانا. خلينا نشوف الفيديو الثاني. ونحن الان في سوق البهايم دايرين نشتري لعساكرنا وجبة الغداء. الفيديو الثاني برضو ممكن جاء أفوي. خلينا نشوف الفيديو الثالث. والترابيزة الطاولة كلها ما فيها موية الصحة، كريستالة بتاعت موية الصحة واحدة. طيب في الفيديو الثالث ده ممكن ظلمناه في المونتاج. خلينا نشوف في الفيديو الرابع. بنحتسي القهوة الصباحية. طيب خلينا ندي آخر فرصة نشوفه في الفيديو الخامس. طيب يا اخوانا زي ما شفتوا في الفيديو الخامس، اي زول خاين مصيره حتنتهي كده. وعارفينها من وقعت في الورطة دي ربنا طلعك منها بالسلامة. دي فرصة ان تتوب وتعمل حسابك عشان المرة الجاية ما بتجيك زي ده. كويس. ما تنسى تعمل لايك وسبسكرايب شير للفيديو. ورلت بيس.